ماما ماما يا ماما. ايه يا حزينة؟ بس اخويا عمل لي ايه؟ عمل لك ايه يا حبيبتي؟ بوظها. ما شاء الله خير وبركة يا حبيبتي، خير وبركة. ايه ده ياما؟ ايه ياما القرف اللي انت جايباه ده ياما؟ ايه ياما؟ ايه ياما؟ انت مفكرة نفسك فنانة يا حبيبتي؟ بتعملي بيها ايه يا حبيبتي الحتة الخشبة دي؟ بتعملي بيها ايه؟ فهميني كده. مفكرة نفسك فنانة؟ هتبقي حاجة يعني؟ دي هتخليكي دكتورة ولا مهندسة؟ في ايه مالكوا؟ في ايه؟ بتعدي غوري من وش؟ في ايه؟ شفتي يا ماما؟ شفتي اخويا عمل لي ايه يا ماما؟ مين اللي عمل لك كمانجه كده؟ اخويا يا بابا. احسن يا اخوي. اخويا بوظها تستاهل. احسن يا اخوي. احسن ايه؟ وانت مش عايزه البنت تتعلم حاجه؟ الحاجه بتحبها. تتعلم ايه؟ تتعلم لها حاجه تفيدها، تتعلم لها حاجه في كتباتها في مذاكرتها، تطلع دكتوره، تطلع باشمهندسه، تتعلم اي حاجه. ماشي، تتعلم وتطلع دكتوره او مهندسه او مدرسه حتى. الحاجه دي جنب الحاجه اللي هي بتحبها. جنب الحاجه. خليك انت مدلعها كده، خليك انت مدلعها كده لحد ما تبوظ. بسم الله ما شاء الله الولد بسم الله ما شاء الله على الفرازه. ماشي زي ما انا ماشياه، زي الكتاب ما قال. وانت هتخيب البيت. لا كل ما اقول لها مش حاجة يا مخيبه بابا يعني. تقعد تحطمني وتقول لي لا انت مش بنتك فنانة شاطرة. ولا اي حاجه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ احطمك؟ بنتك شاطره في مذاكرتها. هتستفادي ايه من لعب كمانجا يعني؟ قولي لي انت هتستفادي ايه يعني؟ موهبه وبحاول ان انا انميها. موهبه؟ لا يا حبيبتي، خلي موهبتك تطلعي دكتوره بس مهندسه، افتخر بيكي كده، بدل ما ايه تتعلمي لي الكمانجا وتتلهي فيها وتنسي مذاكرتك وتفشلي. هات يا ماما فلوس، هات يا ماما فلوس، نكوع احنا بقى ليل ونهار فلوس عشان نعلمك. والست وفاء ما بتتعلمش. طب بالراحه. الست وفاء ما فيش فايده منها. بالراحه وانت بتتكلمي. بالراحه، خليك بالراحه. بنتك شاطره في الدراسه بتاعتها. تمام، دي حاجه بتحبها جنب الدراسه. وانا مش عاجبني الحاجه اللي هي بتحبها جنب الدراسه، وانا مش عايزاها تتعلم كمانجا. المفروض نعمل ايه بقى؟ امال عايزاها تعلمها ايه؟ مش عايزاها تخلي بالها من دراستها. ما انت عندك ناس كتير ممثلين معروفين ومشهورين شغلهم في الاساسي اصلا دكاتره ومهندسين وظباط كمان. احنا مالنا احنا بحد؟ انا بكلمك في بنتي، انت بتدخلني في كام مواضيع ليه؟ لا اكلمك في موضوع بنتي، كلميها بالراحه، انما ما تكسريش الكمانجه بتاعتها كده انت وابني. انت بتبقي مبسوطه كده علشان بابا بيعمل لك كل اللي انت عايزاه، صح؟ ايوه اعمل لها اللي هي عايزاه. بابا مش بيحطمني ودايما بيشجعني. انت المفروض انت اللي تعملي كده، انت ماما. يعني اروح اكلم حد غريب واحكي له واقول له انا بعمل ايه؟ اللهم طولك يا رب. بقى الغلط عليا انا يا ستي. ايوه الغلط عليك انت، عشان خايفه عليك وعلى مستقبلك وتعليمك، يبقى الغلط عليا. ما انا بذاكر يا ماما ومهتميه بدراستي، مش بذاكر. لو الغلط انا مش عليك بذاكر انت. هقول. الغلط عليك انت. اتعاملي مع البنت كويس، ده انت مربيه الرعب للولد. بسبب الرعب اللي انت مربيه له قلب على اخته. كل ما يشوف اخته بتعمل حاجه حلوه يحطمها زيك كده. اتعاملي مع عيالك كويس بالراحه، ولا زعيق ولا عصبيه. شوفي البنت بتحب ايه وخليها تعمله جنب الدراسه. بتعزف على الكمانجه يا وفاء، ذاكري خلصي مذاكرتك وبعدين اعزفي على الكمانجه، مش تقومي جايه مكسرها لها. لا اله الا الله. اتعاملي مع العيال كويس، اتعاملي معاهم كويس. خلاص يا وفاء، قوم انت، انا هتكلم مع ابوك انا. قوم. شوف العود ده بيتصلح بكام يا وفاء وعرفيني. بكمانجا يا اخوي، مش عود. العود بتاع الكمانجا. بالراحه يا دير على العيال، بالراحه، بلاش الرعب دوت. انت عارف ان وفاء يعني انا بحبها تذاكر عشان عايزه اشوفها حاجه كبيره قد الدنيا، مش قصدي يعني. ماشي يما، ماشي يا حبيبتي. وفي ايه لما تبقى جنب الدراسه تعزف على الحاجه اللي هي بتحبها وتتخرج وتخش الكليه وتتخرج وتبقى مثلا دكتوره او مهندسه او ايا كان الكليه اللي هتخشها تتخرج منها والحاجه دي جنبها. خلاص بقى اللي حصل يعني. هاتي يا بنت المعالي الاكل يا ابني. يلا يا اخويا كول، ما مش عايزين بقى نتكلم كتير. يلا. طب الولد فين؟ ولا تلاقينا نخش صحيح. يخش صحيح؟ اكيد واكل علقه منك.